سؤال سألته كتير في التعليقات: يا دكتور ازاي نذاكر من بنوك الأسئلة؟ السؤال ده قلت لا، ما ينفعش يتعلق بس عليه، ده لازم يتوضح كده على السبورة عشان ننهي الموضوع ده. فأنا ابتديت أعمل ريسيرش حاجات كتيرة بالنسبة لكم، فلقيت إن في طلبة هم أصلا بيذاكروا من بنوك الأسئلة. يعني هم مش بيذاكر المحاضرة، هو خلاص أنا ابتديت هذاكر فهي الأسئلة دي هي المذاكرة. واحدة واحدة كده وخليكم معايا، هقول لكم سببين مقنعين جدا بس ركزوا معايا. أول سبب: امتحان آخر السنة اسمه إيه؟ اختبار. بختبر إيه؟ بختبر مجهود أنا عملته لمذاكرة المحاضرة. تمام؟ فأنا بختبر مذاكرتي ومجهودي وفهمي للمحاضرة دي. فما ينفعش أبدا يبقى مذاكرتي هي الاختبار. على فكرة يا دكتور، ده في ناس كتير عملت الطريقة دي وجابوا تقدير. جابوا تقدير، بس استحالة حد عمل الطريقة دي ومرتب على الدفعة او طالع من الاوائل او جايب امتياز بتقدير كويس. انا ممكن اجيب امتياز على الحركرك كده. فانا بكلم الطالب المتفوق اللي هو عايز يرتب وعنده هدف. عشان تذاكر صح لازم اذاكر المحاضرة الاول وبعدين ادخل على الام سي كيو او البنوك الاسئلة. او في طريقة تانية، انا مثلا بذاكر الجزئية دي ذاكرتها كويس جدا، اجيب الاسئلة اللي على الجزئية دي وابتدي ادرب نفسي عليها. يعني ذاكرت الجزء ده هبتدي اشوف الاسئلة اللي على الجزء ده، لكن اذاكر على طول من بنوك الاسئلة لا طبعا. طيب اقول لكم بقى الحاجة التانية اللي هي يعني الصاعقة. انا شفت طلبة مجهزين بنوك اسئلة فيها اجابات غلط، وانت بتذاكرها بالغلط بتاعها وبتكتبها في الامتحان غلط. ليه؟ لانك اصلا خدت كده حاجة على الجاهز، فالمصدر الامان بالنسبة لك اللي هو عطاهولك. طب انت ضامن اللي عامل الاسئلة دي وحللها صح ولا غلط؟ فعشان اكون ضامن اسئلتي صح او غلط اكون مذاكرها، انا عارف المصدر الاساسي اللي هي المحاضرة، اكون فاهمها كويس جدا وبعد كده ادخل على الاسئلة. ففي سببين اللي انا ما اذاكرش من بنوك الاسئلة، ودي قلتها. اول حاجة ان انا لازم اذاكر من المحاضرة الاساسية، لان هو ده الاساس، ان انا اختبار علشان بقيم فيها جهدي او فهمي. تاني حاجة ان ممكن اللي عامل بنوك الاسئلة دي وحللها يكون حللها غلط وانت تكتب الغلط وتتفاجئ، هو انا عامل زي ما هو بيقول بس جبت جيد. ازاي؟ لان هو حللها اصلا غلط وانت تستاهل. ليه؟ لانك استأمنت شخص وخلاص وخدت المعلومة. انا هخلص المنهج في ساعة، وانت عايز اللي ذاكر في ساعة زي اللي كان بيذاكر كل يوم، زي اللي اجتهد في اخر الشهر؟ لا طبعا، ربنا مش هيساوي الاتنين ابدا. فحتة بنوك الاسئلة دي ان انا ذاكر منها دايركت مباشر انسوها. اللي عايز يتفوق ويرتب على الدفعة انسى الطريقة دي خالص. الحل الوسط اللي ممكن تعمله: بذاكر جزء من المحاضرة وابتدي اجيب الاسئلة عليه عشان ابتدي افتح لنفسي القطعة دي، ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي فيها، وافكر ايه ممكن سؤال تاني يجي زي بطريقة تانية. ما هي مش نفس الاسئلة برضو هي اللي هتيجي، ممكن تتغير او ممكن السؤال نفسه يتحور فيه. هتعمل ايه؟ لو انت حافظه بنفس الشكل مش هتعرف تحل، او الدكتور لعب في كلمة واحدة بس فمغير كل حاجة فيها. يعني كلمة واحدة هتغير كل حاجة فيها، هي نفس الشكل بس في حرف او كلمة اضافت غيرت الاجابة. هتعمل ايه؟ فلا، لازم اكون فاهم، وعشان افهم يبقى ارجع للمصدر الاساسي اللي هو المحاضرة.